السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي فترة كبيرة ما عملتش فيديوهات. والنهاردة جت لكم بوصفة سهلة وسريعة وحلوة قوي نفس الوقت. اما بنشتريها من بره بتكون غالية جدا. هحط كده كوباية كاملة من السمسم زي ما شفتوا في طاسة على النار، ويا دوبك كده هسخن السمسم. مش هخلي السمسم ياخد لون ابدا معايا. اوعي تخلي السمسم ياخد لون ابدا معاكي، بس انا يا دوبك كده تسخنيه تسخين كده على خفيف، وطبعا على نار هادية. حابة أشكر كل الناس اللي سألت عليا في الفترة اللي أنا كنت غايبة فيها، بجد بجد شكرا ليكم. لما يكون الواحد بيحب حد كده ومتعود عليه ومتعود ان يسمع صوته، بجد بتكون حاجة كويسة قوي. وانتوا اللي خلتوني اني ارجع تاني اعمل فيديوهات واشتغل. بجد بجد شكرا لكل الناس اللي سألت عليا وقالت لي انت فين مختفية، فين ما بتبانيش ليه، فين فيديوهاتك الجميلة. بجد بجد يعني فرحتوني جدا لما سألتوا عليا كتير خالص. شكرا شكرا لكم جميعا. في الخلاط كده هحط كوباية السمسم اللي سخناه مع بعض كده زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين قد كوباية السمسم هحط كوباية من الزيت. قد كوباية السمسم اللي احنا حطيناها هحط كوباية الزيت، وهضرب كده في الخلاط. وبعدين هبتدي انزل بالزيت بالشكل ده كده اهو. هنزل كده تدريجيا كده بالراحة خالص، والخلاط برضو شغال زي ما انت شايفة كده بالشكل ده كده. الخلاط شغال وانا نازلة بالزيت كده، كوباية من الزيت وكوباية من السمسم. هتطلع معاكي ان شاء الله احلى طحينة. طبعا الطحينة بنحتاجها كتير قوي في كل حاجة، ما بنقدرش نستغنى عنها في كل حاجة بنبقى عاوزينها. بقى سعرها مبالغ فيه جدا بصراحة. اهو بالشكل ده شايفين لونها بقى عامل ازاي. ضربتها في الخلاط بالشكل ده بكل سهولة اهو. هحط كده علشان تبقى زي بتاعة المحلات اللي احنا بنشتريها منها. هحط كده معلقتين كبار من الدقيق علشان الطحينة تربط معايا وتكون تقيلة شوية زي اللي بنشتريها بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده خلاص كده هي الطحينة بقت جاهزة معايا بالشكل ده كده اهو. شايفين الجمال اهو، بقت عندك احلى طحينة. شايفين قوامها عامل ازاي؟ هو ده القوام اللي انا عاوزاه. ولو حابة انك تكون تقيلة اكتر من كده ممكن تزودي لها معلقة دقيق تاني. شايفة الجمال؟ بقت عندك احلى واسهل واسرع طحينة في ثواني. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنعمل مع بعض الحلاوة الطحينية من نفس الطحينة اللي عملناها. شايفين الجمال؟ عسل عسل عسل. انا بصراحة كنت هعملها لما احتجتها، وبعدين قلت لازم اصورها واوريها لكل حبايبي اللي بيسألوا عليا وعايزيني ارجع تاني وعايزين يشوفوا فيديوهاتي تاني. بعدين في برطمان كده هتحطيها في برطمان يكون نظيف، ما يكونش فيه ولا نقطة مية، تكوني منشفاه كويس، وهتحطيها في التلاجة كده بكل سهولة. عملنا الطحينة بجد بجد هتوفر لك كتير قوي. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.